في موضوع مهم حابب اتكلم عنه دلوقتي كده في السريع، فعايزك تقعد وتركز معايا في الكلمتين اللي انا هقولهم دول عشان هتستفيد. مبدئيا كده اي حد بيكون حابب ان هو يدخل في مجال السايبر سيكيورتي بشكل عام واي مجال تقني بشكل خاص. عايزك تكون فاهم حاجة ان الموضوع كله مش فكرة ان انت احترفت كام اداة وبقيت بتعرف تتعامل على لينكس او على حسب بقى بيئة العمل اللي انت حابب تشتغل فيها. فانت كده خلاص تمام وانت كده زي الفل. الهاكرز بشكل عام مش بيكونوا ماشيين بالطريقة دي من التفكير او بالطريقة دي من الحياة، لا. الهاكرز ليهم طريقة تانية مختلفة تماما، لازم تكون انت فاهمها كويس عشان تعرف تعيشها اصلا، عشان تبقى انت واحد زيهم فعلا. مبدئيا كده عندهم مفيش حاجة اسمها رفاهية. اوبشن الرفاهية دوت نادر جدا، او نقدر نقول قليل، مش هنقول نادر. ده رقم واحد. رقم اتنين كده يعني عايزك تكون فاهم ان انت لازم يكون عندك صبر. صبر وتقعد تشتغل كتير كتير قوي. مثلا مفيش حاجه اسمها انا هقعد اشتغل مثلا 6 ساعات، مفيش حاجه اسمها انا هقعد اشتغل 8 ساعات والباقي خلاص، لا. طول ما انت قاعد وصاحي وفاضي، يعني حط تحت كلمه فاضي دي بقى ايا كان بتعمل ايه، ماسك التليفون بتتفرج على ريلز، بتعمل اي حاجه ايا كانت ايه هي ملهاش تلاتة لازمه. الوقت ده هو ده وقت شغل، مفيش غير كده. ده الحاجة الوحيدة اللي هتخليك فعلا تقدر توصل ولو حتى ال50% من فكرة ان انت تتسمى شخص شاطر. هو الشخص الشاطر ما بيعملش الا كده، ما بيضيعش وقته في حاجة ملهاش لازمة، ما بيضيعش وقته في حاجة هو مش هيستفيد منها. لازما تكون فاهم النقطة دي. انت لو تعرف الهاكرز اللي هم البلاك هات بقى نظام تدريبهم ماشي ازاي ونظام حياتهم بيكون ماشي ازاي، انت هتفهم كويس جدا هم ليه بقوا كده. هم ليه بقوا شاطرين ومحدش قادر ان هو يوصل للليفل بتاعهم. عشان ببساطة شديدة هم ما بيقعدوش يلعبوا، لا. هم بيبقوا قاعدين عينهم في الشاشة مركزين شغالين طول الوقت. ما بيسيبش الجهاز بتاعه دوت الا بعد كام ساعة، يجي 12 16 ساعة شغل عشان يدوبك بس لو هيروح ياكل او ينام. هم دول الحاجتين اللي ممكن يسيب الجهاز ويروح يعملهم، غير كده ما بيقومش من مكانه حرفيا. بيفضل قاعد شغال طول الوقت لحد ما يوصل للحاجة اللي هو عايزها، بعد كده ممكن يتحرك، غير كده ما بيتحركش. فانا عايزك تكون فاهم النقطة دي كويس عشان فعلا تعرف تبقى عارف انت عايز تعمل ايه. والكلام ده على فكرة ما بينطبقش على هاكرز بشكل يعني بس، لا، بينطبق على اي حاجة انت عايز تعملها في حياتك. عايز تنجح فيها وتوصل للكمال، خلي عندك تفكير نسبة 100%. ان انت تقعد تعمل الحاجة كده ما تتنقلش من عليها حرفيا، وتديها كل طاقتك وتركيزك واهتمامك لحد ما تخلصها. بعد كده بقى اعمل اللي انت عايزه. عشان تعرف فعلا تنجح في حياتك، الحاجة ديت لازم تكون فيك. لو مش فيك يبقى انت للأسف الشديد صعب انك تنجح. ومش هطول اكتر من كده، سلام.